السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الميكرويف جهاز اساسي في كل مطبخ في كل بيت، لكن هل بتعرف تستخدمه بطريقة صح وامنة ولا ممكن تضر نفسك وتضر الجهاز؟ مودي هان هيقول لك معلومات مهمة وكتير منها جديد عليك، فانصحك تتابع معايا الفيديو للاخر. الميكرويف بيشتغل ازاي؟ الميكرويف بيطلع موجات بتأثر على عنصر واحد بس في الأكل وهو المية. يعني لما بنيجي نسخن الأكل نطلعه من الميكرويف بنلاقي الأكل بس هو اللي سخن معانا، أما الطبق بيفضل بارد. ده ليه؟ لأن الميكرويف أثر على عنصر واحد بس في الأكل وهو المية، وده اللي بيخلي الميكرويف جهاز ذكي جدا وجهاز سريع التسخين وموفر للطاقة بشكل كبير عن أي جهاز تاني. علشان كده لازم تشتري ميكرويف ماركة كويسة ونحافظ على صيانة الميكرويف بتاعنا وإنه يفضل يأثر على عنصر المية. أي ماركة مش كويسة او اي تلف واضح بتجاهله ممكن يخلي الميكرويف يأثر على عناصر تانية في الاكل، ساعتها التأثير مش هيبقى صحي. الاستخدام: الميكرويف جهاز مهم جدا في تسخين الاكل، المشروبات زي الشاي، القهوة، والمميز فيه كمان ان ممكن تخلطي او تخلط انواع مختلفة من الاكل في طبق واحد وتتسخن كلها مع بعض بتجانس، لان كل قطعة اكل بتمتص موجات حسب حجمها، مع افتراض انهم متوزعين في الكابينة بانتظام وانهم نفس العمق. وموضوع العمق ده هنشرحه كمان شوية، لكن لازم نكون حريصين واحنا بنستخدمه نبقى عارفين ان مش كل انواع الاكل تتسخن جوه الميكرويف. زي صلصة الطماطم ما ينفعش لانها تتناثر على جوانب الميكرويف، او البيض الني او البيض الغير مقشر، لانه ممكن ينفجر بسبب الغازات اللي بتتكون جوه اثناء التسخين السريع. ومهم نعرف ان غلط نسخن بعض الاكلات مثل الخضروات وخاصة السبانخ او اللفت او اي خضروات ورقيه زي الجرجير مثلا في الميكرويف، لان فيها عنصر النترات وده بيتحول لمواد ضاره جدا في حاله تسخين بالميكرويف. معلومات تانية مهمه: اي اكل ليه عمق زي قطعه لحم على بعضها او فرخه ما ينفعش نتعامل معها باقصى قدره للميكرويف. في نظام التحكم الباور بيبقى متحكم معانا من 10 ل 100%، لان الموجات ما بتخترقش العمق بنفس الكفاءة. لو الحاجة كبيرة بتفرق معانا، مثلا زي الفرخة هنيجي نحطها كاملة في الميكرويف هنلاقيها تستوي من بره لكن من جوه نية، وده بيرجع لموضوع العمق اللي اتكلمنا عليه. لازم قطع الأكل تكون متجانسة في الحجم والعمق، ولو ضروري نسخن حاجة بحالها يبقى نستعمل الباور لكن على قوة أقل طالما حجم الأكل معايا كبير. دلوقتي أي ميكرويف موجود حاليا السعة اللترية بتاعته بتبتدي من 25 لتر فيما فوق، بينزل معاه برامج. البرامج دي ليها استخدامات معينة حسب الحاجة اللي بسويها أو بسخنها جوه الميكرويف. مثلا الميكرويف اللي معانا النهاردة هتلاقي قدام حضراتكم هنا الزراير دي عبارة عن برامج أو استخدامات خاصة بالميكرويف، وبتختلف حسب كل ماركة وحسب السعة اللترية، بس كلها بتبقى شبه بعضها. اول حاجه بتنزل في اي ميكرويف مفتاح الباور، مكتوب عليه كلمه ميكرويف، ده بيشتغل حسب الطاقه الطبيعيه للميكرويف. لو دوسنا عليه الميكرويف ده 900 واط، بتحكم في قوه الباور بتاعه من البقره دي، والباور اللي انا عايزه بدوس عليه بيشتغل امام حضراتكم هنا. تاني مفتاح معانا هنا على الشاشه ده خاص بالجريل او الشوايه، ده بيبقى عباره عن سيخ جوه الميكرويف من فوق امام حضراتكم فوق هنا. السيخ اللي فوق ده بيدي طبقه للاكل، مثلا بطاطس، فراخ، اي حاجه عايز استخدمها بستخدم الطبقه دي، وبينزل مع الميكرويف زي باسكت كده بنحط عليه الحاجه عشان ياخد الوش اللي احنا عايزينه من فوق. تالت برنامج معانا هنا المكتوب عليه ميكرويف زائد جريل، ده بيشغل الميكرويف وبيشغل الجريل مع بعض، وده حسب الحاجه اللي انا عايز اسويها. رابع برنامج الاوتو كوك، ده عباره عن برامج انا ببرمجها للميكرويف سواء تسخين او تسخين ثم جريل حسب الحاجه اللي انا عايزها. بضغط عليه اتحكم في البرنامج اللي انا عايزه، هو نازل معاه 5 برامج، كل برنامج بظبطه حسب الحاجه اللي انا عايزها. خامس برنامج ده اهم برنامج هنتكلم عليه وهو فك التجميد. سادس برنامج، البرنامج ده بيحافظ على سخونيه الاكل في مستويين ليه، ده اللي نازل مع الميكرويف. اخر برنامج معانا البرنامج ده خاص لو انا عملت مثلا حاجه ليها ريحه نفاذه، بستخدم البرنامج ده عشان ينضف لي الميكرويف من الريحه دي ويطلعه منها. المفتاح ده مخصص للاطفال، لو انا عندي طفل في البيت صغير خايف يلعب في الزراير دي
يضر نفسه ويعمل حاجه، بدوس على البرنامج ده 3 ثواني بيفصل الميكرويف تماما. ايا كان اللي هيستخدمه مش عارف يستخدمه الا لما يفك ده، زي ما هعمل قدام حضراتكم كده. هضغط 3 ثواني هيظهر لي فوق هنا كده. خلاص الميكرويف يعتبر مش شغال، مهما هدوس او اعمل اي حاجه هو واقف معايا. عشان ارجع اشغله تاني لازم ادوس على البرنامج ده هيفك معايا. دلوقتي بقى هنرجع نتكلم عن اهم برنامج نوهت عنه، هو برنامج فك التفريز. البرنامج ده مهم جدا ولازم تتابع معايا، وحضرتك تتابع معايا كويس اللي هيتقال في الفيديو ده. طبعا اي ميكرويف بيبقى نازل معاه البرامج بتاعته زي ما احنا شرحناها، لكن اهم برنامج عندي في الميكرويف هو برنامج فك التجميد. البرنامج ده مهم جدا في حاله استعماله، يعني ما ينفعش يكون عندي اكل متجمد في الفريزر واطلعه واحطه واشغل الميكرويف على طول من غير ما اشتغل بالبرنامج ده، لان لو اشتغلت على اي برنامج في الميكرويف والاكل متجمد ده بيأثر على الفيتامينات وفوائد الاكل، بجانب ان الاكل المتجمد ده بيكون على بعضه فبيعمل عمق وبيبقى عليه تلج، فالتلج ده لازم يتفك ببطء، وده اللي بيعمله برنامج فك التجميد الذكي اللي بيظبط الباور الخاص بالميكرويف، وقت التشغيل، وقت التوقف، حسب وزن الاكل عشان يحافظ على قيمته وما اثرش على هيئته بعد فك التجميد. طبعا الاكل اللي احنا هنسخنه جوه الميكروويف او هنحطه جوه الميكروويف لازم يكون في حاجه ازاز مقاوم للحراره او حاجه بلاستيك مقاومه للحراره ايضا، ودي بتبقى بالذات الحاجات البلاستيك بيبقى عليها رسمه الميكروويف من تحت، لازم نستخدم الحاجات دي، ما نستخدمش حاجه تانية. ولو حاجه عليها غطا لازم نفك الغطا ده من عليها عشان ضغط البخار اللي بيتبخر جواها ما يعملش مشكله معانا. لو هنستخدم ورق نستخدم ورق الزبده، ما نستخدمش اي ورق عادي، لان ممكن الورق ده لا قدر الله يولع ولا حاجه جوه الميكروويف بسبب الحراره والموجات اللي بياخدها جوه الميكروويف. هنتكلم دلوقتي عن التحذيرات، تابعوا معايا، عايز حضرتك وحضرتك تركزي معايا في اللي هيتقال دلوقتي. اول حاجه لازم اتجنب تماما وضع الستانلس ستيل او المعدن او الفويل او الشبك او المعالق داخل الميكروويف، لان الحاجات دي ممكن تعمل شراره او اضعف الايمان هتخوفك. تاني حاجه الاطباق اللي بيكون مرسوم عليها بالذهب والفضه دي بتتفاعل مع الموجات اللي بيطلعها الميكروويف، وغالبا الرسومات دي هتتاثر وممكن تضيع. تالت حاجة معانا لازم ابعد عن تسخين الطعام لفترات طويلة خاصة السوائل. رابع حاجة ودي مهمة هي تهوية الميكرويف، دي حاجة مهمة جدا، عشان كده لازم يكون في مساحة بينه وبين اي حاجة جنبه، لان ده بيأثر على نظام التبريد اللي موجود جوه وبيحافظ على مكوناته والعمر الافتراضي ليه. خامس حاجة لو بتسخن اكل لازم يكون في فراغ في الطبق او الحاجة اللي انا بسخن فيها، عشان لو الاكل زاد او حصل فوران ما يقعش جوه الميكروويف. سادس حاجه ما ينفعش نحط الميكروويف في مكان فيه رطوبه عاليه او جنبيه ميه عشان ما يحصلش فيه اي عطل. سابع حاجه لو الاكل فيه دهون كتير ممكن تسبب الدهون دي حريق في الميكروويف، لان الحراره هتعلى جدا في وجود الدهون دي. الافضل ان احنا نستخدم العلب البلاستيك الحراريه ونغطيها، لان رذاذ الدهون بيوسخ الكابينه وبيكون صعب التنظيف. تامن حاجة معانا ما ينفعش نحط أكل في كميات كبيرة عشان فتحات الميكرويف اللي جوه دي تشتغل معانا بشكل كويس. تاسع حاجة معانا لو حصل أي صدى في الكابينة من جوه لازم نيجي الصيانة ننظف ونعزل الصدى مركز خدمتنا مودي هاند، لأن مادة الطلاء داخل الكابينة بتعكس الموجات، لكن لو انكشفت نتيجة الصدى بيبقى التأثير كأننا بالظبط حطينا حاجة معدن جوه الجهاز. آخر حاجة معانا في المحاذير رقم 10، لو بنسخن الأكل لفترات طويلة لازم تستخدمي يا ست الكل قفازات المطبخ، عشان الطبق مش هيفضل بارد، هيسخن جدا مع تلامسه للأكل لو اشتغل لفترات طويله. دلوقتي هنتكلم عن الصيانه الدوريه للميكرويف. الميكرويف محتاج صيانه بسيطه بس مهمه علشان يفضل شغال جديد كل كام شهر. اول اختبار حضرتك او حضرتك ممكن تعمليه وهو سهل جدا جدا، هو ايه؟ هنجيب كوبايه ميه ونسخنها لمده دقيقه ونشوف لو سخنت معايا بشكل كويس يبقى الميكرويف شغال، لو ما سخنتش يبقى في مشكله. نقدر بقى نشوف المشكله دي ممكن تكون سببها الباب ان هو ما بيقفلش معايا كويس، او في شروخ في الزجاج من الداخل. تاني اختبار معانا نتاكد ان الفتحات اللي جوه الميكرويف الخاصه بالتهويه انها مفتوحه ما فيهاش اي سدد، والفتحات الخلفيه اللي في ظهر الميكرويف برضو تكون مفتوحه ما فيهاش اي سدد.
لو لاحظنا اي صوت غريب او ريحه غير عاديه او كسر او الباب ما بيقفلش، ما نشغلش الجهاز عشان ما نتعرضش للشعاع الضار، خاصه الاطفال. الافضل نرجع لمركز خدمتنا مودي هان للصيانه، لان عنده خبره في صيانه جميع الميكروويف عشان نمنع حدوث اي مشكله كبيره بتحصل لا قدر الله. هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهو تنظيف الميكروويف. خطوه التنظيف دي او مرحله التنظيف دي بتزود العمر الافتراضي للميكروويف وتخليه شغال معانا دايما بكفاءه. كل فتره بسيطه من الاستخدام حسب استخدامنا للميكروويف نجيب قماشه نمسح بيها الكابينه من الداخل عشان نحوش بقايا الاكل والبقع الناتجه عن تناثر الاكل خاصه الدهون. وعشان ننظف الدهون دي لو لقيناها كتير وزياده جوه الكابينه هنعمل حاجه مهمه جدا. هنجيب طبق غويط نملاه نص ميه ونحط شريحه او شريحتين ليمون، بس مش هنغطي الطبق او العلبه دي، ونشغل الميكرويف لمده دقيقتين. البخار اللي هيطلع هيساعد ان الدهون دي تفك معايا ونقدر نمسحها بكل سهوله. كده مودي هنا عرفنا ازاي نستخدم الميكرويف بشكل امن ونعرف ايه اللي ممكن نحطه ولا، وطرق بسيطه نقدر نحافظ بيها عليه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عندكم اي استفسار سيبوه في الكومنتات وخبير الصيانه هيرد عليكم.